عسلامة، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. كتابنا اليوم للكاتب الأردني أيمن العتوم، عنوانه يسمعون حسيسها. الرواية تصنف من روايات أدب السجون، وتحكي قصة وأحداث حقيقية عاشها الطبيب السوري إياد أسعد لمدة 17 عاما، معناها العام لاثنين لثلاثة 17 سنة. عاشها في سجن تدمر في سوريا بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة. آلام، معاناة لن يقوى الإنسان على تصورها. لا يمكن استيعاب حجم الطغيان والسيطرة والاضطهاد والعذاب اللي عاشوه المساجين، من ضرب وسحل، لكمات قاتلة. يقول الكاتب: سجين يعود للزنزانة حاملا عينه بيده، وآخر تتساقط أسنانه، وضرب يؤدي إلى الموت. وزيد الإعدامات الجماعية، معناها يوصف لنا الكاتب الجحيم بعينه. معاناة خلتني نقرأ الكتاب ونبكي، لأنه قد ما قريت كتب ما كنتش نتصور أنه ثم ناس عانت كل هذه المآسي، وثم عباد لليوم ما زالت تعاني في السجون فقط لأنها تفكر بطريقة مغايرة، لأنها تؤمن بالحرية. الكتاب مؤثر وقاتم، وبصراحة ننصحكم باش تقراوه. إن شاء الله نهاركم زين.